صباح الفل. مش كل الناس في حياتنا بتعدي عشان تفضل. في ناس بتعدي عشان تعلمنا دروس وتمشي. في ناس حتى لو ما كانوش شبهنا او صفات عكس صفاتنا، ومش طبيعي ان يكون كل الناس شبهنا على فكرة، بس ممكن يكونوا هم داخلين حياتنا عشان يعلمونا صفة معينة. بمعنى لو حد انا شايفة ان هو ظالم قوي وان هو محدش بيقدر يجي ناحيته، طب اقدر اتعلم منه ازاي بيحط حدوده وازاي بيكون بالقوة دي من غير ما اروح للاكستريم واروح لبعيد قوي ان انا اكون ظالمة. لان كل حاجة زي ما اتفقنا هي بتقع على سكيل، يا اما اقصى الشمال يا اما اقصى الجنوب، واحنا اللي بنختار احنا هنقع فين. فمش لازم ان الشخص طالما عنده صفة معينة ان انا اخدها كلها، ممكن اخد بس شوية المقدار اللي هيناسب حياتي وهيناسب شخصيتي. وفي ناس في حياتنا بيظهروا عشان يورونا صفات معينة جوانا، عشان احنا مش ملايكة. ممكن كل بني ادم بيغلط، بس هنا في ساعتها كأن ربنا بيختبرنا وبيورينا انت ممكن تغلط الغلط ده، بس انت اللي بتكرافت شخصيتك او انت اللي بتحدد شخصيتك وانت اللي بتصنع شخصيتك، مش اي حاجة او ان الحتة دي فيك. بمعنى ممكن نقابل شخص هو بيكذب وانا بقعد مع الشخص ده بكذب كتير جدا، او شخص بيشتكي وانا بقعد مع الشخص ده بشتكي كتير جدا وببقى زيه وهو بيخليني زيه. لا، هو اكشلي محدش بيقدر يخلينا زيه. احنا اللي دايما لما بنروح ناحية اي صفة احنا بيكون عندنا تندنسي او احتمالية او قابلية ان احنا نروح للحاجة دي. محدش هيقدر يسحبنا الحاجة غير لو احنا كان عندنا استعداد للحاجة دي. فبالتالي الشخص هنا ما بيكونش سحبنا قد ما هو ورانا الاستعداد ده جوانا. وهنا بيكون اختيارنا، يا اما نختار ان احنا نبعد عن الصفة دي، او ان احنا فعلا نكمل فيها ونفضل نكمل نشتكي ان الشخص ده هو اللي سحبنا في الصفات دي. هو بس الناس دي بتطلع لنا عشان تورينا جوانب من شخصيتنا احنا بنرفض ان احنا نعترف بيها. سهل ان انا افضل اقول كل الصفات الحلوة طالما لم تختبر، كلنا قديسين طالما لم نختبر. صباحكم فل.